السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هعمل معاكم النهاردة قراقيش. بصوا شكلها تحفة بجد، قراقيش في ثوبها الجديد، حلوة قوي. عاملاها بقى زي فرع الشجرة كده، وعاملة منها قرص كمان الصغيرة. تعالوا نشوف مقاديرها ايه. مكونات معايا اهي. معايا كيلو من الدقيق، معايا كوباية من السمنة، وربع كوباية من الزيت، ومعايا 3 معالق سكر و3 معالق سمسم، كيس خميرة وكيس بيكنج باودر، وهاخد رشة ملح، ومعايا هنا شمر على ينسون طحناهم كده في المطحنة اهم يا بنات. انا بحطهم في البطرمان كده عشان اما اعوزهم. يلا بسرعة بقى نعملها. بصوا اول حاجة ننخل الدقيق كده بس عشان نتأكد منه ان هو كده نضيف. نخل الدقيق بتاعك كويس قوي اهو يا بنات. نخلته. نحط بقى عليه المكونات بتاعتنا. السمنة دي انا هفكها بس على النار، مش هسخنها، هفكها بس. بصوا كده انا طفيت عليها خلاص. وحطيت كمان السمسم، 3 معالق سمسم على النار عشان احمصهم. حطيت عليهم معلقة من السمنة. احط بقى المكونات الجافة كده على الدقيق، كل المكونات الجافة اللي معايا، والسمسم كمان بعد ما حمصته اهو نزلته كمان اهو. اقلب بقى كل ده مع بعض كويس. انزل بقى بالسمنة والزيت اللي معايا، بالمادة الدهنية اللي معايا، وهكمل عجن بمية. عايزة تكملي بلبن حليب يعني، مفيش مشاكل. هبتدي بقى بسهم كويس قوي كده، بسيهم كده على ايديكي لحد ما تخلي الدقيق بتاعك كله يتغلف بالمادة الدهنية بتاعتك. بس كده على ايديكي، خديهم ما بين ايديكي كده وادعكيهم اهو. هو ده البس اهو يا بنات. غلفيهم كده لحد ما الدقيق بتاعك يبقى عامل زي حبات الرملة كده. بصوا شكله يبقى عامل كده اهو. نبتدي بقى احط بقى المية بتاعتي واعجن. عايزة تعجني بحليب زي ما قلتلك هيبقى جميل قوي برضو اهو. شوية بشوية كده لحد ما تلم معاكي وتبقى عجينة كده اهي طرية، والعجينة بتاعتها بتبقى مفتحة كده يا بنات اهي. هغطيها بقى بكيس واسيبها تخمر، وبعد ما تخمر نكمل بقى ايه بقية الوصفة بتاعتنا اهو. خمرت معايا. ودي بقى دي مش كفتة دي العجوة بتاعتي. انا مصبعاها كده وعاملة شوية كور كده، عاملاها زي صباع الكفتة كده وعاملة شوية كور. خدت بقى قطعة من العجينة كده وابتديت بقى بالنشابة بتاعتي وهفردها اهو. فردتها كده يا بنات. كوباية بقى قطوعة اللي عندك اعملي بيه. قطعتها بقى كده زي ما انتوا شايفين اهو. العجينة بقى العجوة هقول لكم العجوة عملتها ازاي، بس هقول لكم اول حاجة بس ايه. احط كده ايه صباع من اللي انا عاملاه كده اهو. قربت عشان تشوفوها اهو. واروح قلبها على الناحية التانية كده، واروح معلماها كده من النص بالسكينة، واروح قطعة من الحروف اهو. بقى زي فرع الشجرة بالظبط. شكلها حلو قوي، جميلة هي بنات، حاجة جديدة اهي. اجيب كده صباع العجوة، كنت اقول صباع الكفتة صباع العجوة، واروح حطاه واروح قافله كويس قوي عشان ما تفتحش مني، واروح معلمها كده بالسكين اهي يا بني. هقول لكم بقى العجوة عملتها ازاي. فكيتها بمعلقة سمنة بس، يعني حطي معلقة سمنة عليها وابتدي بايديكي كده زي ما تكوني بتعجنيها هي بتفكيها. عايزة تحطي عليها قرفة حطي، عايزة تحطي عليها سمسم محمص حطي براحتك، دي معلهاش اي حاجة غير معلقة السمنة. وبعدين صبعتها صوابع كده صغيرة، وعملت كمان جزء منها مدور اللي هو كور عشان هعمل منها ايه قرص صغيرة اهو. هو ده شكلها. بحط كده في النص، اعلم كده اهو زي الشجرة بالظبط. علمي بس ايه علامة كده بالسكينة وروحي مقطعة من على الحروف اهي يا بنات. شكلها كان بجد تحفة جميلة اهي. مفيش حد عملها قبل كده اهي يا بنات. نبتدي بقى نرص في الصاج كده، صاج مدهون برضو يعني بمعلقة زيت خفيفة خالص ورصيه اهي. هجيب
اجيب جزء تاني وافرده، واجيب القطاعة بتاعتي، كوباية اللي بقطع بيها، احط اعلم بيها كده اهو، قطعتهم اهو. والجزء ده انا بلمه على بعض كده وايه، وهفرده تاني واقطعه تاني اهو. ابتديت بقى اعمل كمية مع بعض مرة واحدة كده عشان اخلص بسرعة اهو يا بنات. اقفليها بس كويس قوي كده عشان ما تفتحش منك، ونعملهم مرة واحدة عشان يخلصوا بسرعة. بجد ما خدتش وقت معايا غير وقت الخمرة بس، لكن في التشكيل وفي العجن ما خدتش وقت معايا خالص. شوفوا بقى الكيلو دقيق طلع معايا كمية قد ايه. ووفري على نفسك بقى بدل ما بتشتري من الفرن وكده كل يوم اهو. عملنا يعني عملت معانا حوالي 2 كيلو اهو يا بنات. شايفين سهلة ازاي؟ تيجي بقى نجيب كده في الصاج ورصي برضو بعيد عن بعض شوية كده علشان هيخمر وهيزيد معاكي. حاجة بسيطة اهو. بصوا بقى انا هعمل معاكم القرص اللي هي الصغيرة برضو نفس التقطيع بالكوباية، ما تكبريش عشان احنا عايزينها قرص صغيرة كده اهي. وحاطه فيها الكرة بقى بتاعت العجوة كده، فردتها برضو شوية ورحت ايه مقفلة عليها كويس قوي، وبالسكينة برضو واعلم فيها بقى ايه كده كتير، علامات كتير كده 5 6 كده عشان يبقى شكلها حلو اهو. بصوا اهي يا بنات، شفتوا شكلهم؟ بصوا على ايديا قد ايه هما صغيرين قوي زي ما انا قلت لكم اهو. كده خلصت بقى الكميه كلها اللي معايا. بصوا وكمان فضل معايا يعني خلصت العجوه، ففضل حته عجينه عملتها نفس الاشكال بالظبط بس من غير عجوه. هنا البيضايه بقى وعليها ايه معلقه من الخل، وابتديت ادهن بيها وش الايه، وش القريش بتاعتي. وفي الوقت ده انا مشغله الفرن، شغله الفرن وسخنيه كويس قوي عشان ندخل يستوي على طول ما ياخدش وقت معانا. دهنت بقى كده وشهم كله، وابتديت بالسمسم اهو، سمسم ابيض اهو، وابتديت رشيت عليهم وهدخلهم الفرن على طول يا بنات اهو، على فرن ساخن بقى مش هياخدوا معاكي وقت خالص. وكمان الاقراص الصغيره دي هدهنها برضو بنفس الطريقه اهو. على بال بقى ما خلصت كانوا خمروا تاني، فانا هاخد اول صاج ابتديت بيه هو ده اللي هيدخل الفرن الاول اهو. وبعد ما استووا بقى يا بنات اهو، الصاجات اللي فاضيه دي طبعا الحاجه اللي فيها اتصدرت اول ما طلعت، لازم ندوق حلوه قوي، شكل جديد اهو. يا ريت تجربوها بقى وتقولي لي رايكم فيها ايه. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه، ودوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بصوا يا بنات هفتح معاكم كمان دلوقتي واحده عشان تشوفوها من جوه اهو. هي يا بنات بصوا السوا بتاعها حلو قوي اهو. بصوا السوا بتاعها جميل من بره وجوه، ذهبي كده شكلها حلو. هي يا بنات بصوا، وكمان الاقراص الصغيره دي اهي جميله. انا شفت بقى الاقراص الصغيره دي في الفرن لكن ما شفتش الفرع الشجره ده.